أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح الكباية فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد إلي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح. 70 واحد. قال حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه في يدي ثم نظر إلي وتبسم. قال أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد. فقعدت. قال اشرب فشربت. قال اشرب فشربت. قال اشرب فشربت حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، خلاص أنا هنفجر من كتر اللبن. قال فهات القدح. فأخذ القدح صلى الله عليه وسلم فحمد الله وسمى بسم الله والحمد لله وشرب الفضل الحبة اللي متبقيين. رباهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على اليقين في البركة، وإن احنا نشارك بعض في الأرزاق مهما قلت. هم عاشوا معاه أجمل معاني، وانت لو قريت سيرته هتتعلمها انت كمان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي. لآخر يوم في عمرنا يا بنات، ربنا يديكوا يا رب طولة العمر، وإحنا هنفضلوا نتعلموا كل حاجة في ديننا وكل يوم عن اليوم اللي قبله. بس أهم حاجة اللي انت فعلا تحاولي تقربي وتتعلمي من دينك وتقرأي وتسمعي وتعرفي. الدنيا يا بنات لهيانة في السعي وفي الرزق وفي المشاكل وفي البيوت، في كل حاجة، يعني كلنا زي بعض. بس أهم حاجة يا حبيبات قلبي نخلونا بصي لو نص ساعة في اليوم، نص ساعة بس يا بنات، تقعدي كده في خلوة مع نفسك، تعرفي أكتر في دينك، تعرفي أكتر في السنة النبوية. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما أجمله من كلام وأفعال وأقوال. ربنا يحسن يا رب من بين إيديكم ويجعل البركة يا بنات في كل حاجة يا رب انتوا بتعملوها. النهاردة يا بنات روتين بص خفيف جدا جدا، حبيت ان نبدأ معاكم النهاردة كده ان شاء الله بإذن الله. طبعا يا بنات انتوا عرفتوا يعني يومي بيبدأ ازاي، بس عشان خاطر بقى منكررش معاكم الروتين يبقى نفسه ويبقى فيه حالة ملل في القناة. بعد كل اللي أنا بنعمله الصبح، من فطار للولاد، من مروح حضانة، من أكل طيور، من صلاتي، من الورد اللي عليا، بعد كده دخلت كده غسلت الحوض بتاع الوش بتاعي، وبعد كده غيرت بقى الملايات بتاعة السرير، وخدت الفرشة يا بنات بتاعة أوضة النوم طلعتها بره كده في الشمس عشان خاطر تتهوى معايا وتنشف معايا كده. وتحميصة بقى بتاعت الشمس، اليوم النهارده كان جميل جدا، الشمس كانت طالعة حلوة. طلعتها بقى كده وايه وهنكنس بس الأرضية ونمسحها، مش أكتر من كده. طلعت أوضة النوم بس النهارده. أما باقي الشقة يا حبيبات قلبي هنكنسها بنشفطها كده بالمكنسة الكهربائية بس زي ما قلت لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هو بس النهارده إن شاء الله بإذن الله هنشارككم معايا الغدا النهارده، غدا بسيط وسهل يا بنات، والبركة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هتبقى كلها في بيوتنا. بس أهم حاجة ترتبي يا بنات الحاجة اللي في مطبخك، ترتبي أولوياتك بمعنى أصح. عايزة تعملي كده في يوم إن شاء الله بإذن الله كده يكون عزومة لولادك، عايزة تنوعي لولادك، عاوزة تعملي على بصي يعني ايه تكون أكلة. هقول لكم ممكن لو انت قعدت جبتها من بره هتكلفك الشيء الفلاني. يعني دلوقتي كيلو اللحمة يا حبيباتي وصل عندنا هنا كمصريين 200 جنيه. تمام. فانا بنعمل ايه يا بنات، طبعا انا خلصت كل الاوضه بقى وكنستها بس زي ما قلت لكم ما طولتش معاكم الفيديو. دخلت دلوقتي عشان خاطر بقى النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل لهم الكبسه السعودي. انا بنعمل ايه يا حبايبات قلبي بقى لما نجيب اللحمه بتاعتي، لان انا يا بنات زي ما قلت لكم انا يعني يعتبر مصروفي بيبقى اسبوعي، فاهمين؟ يعني مش بنبقى على الشهر، لا على اسبوع. فبنقسم الكيلو اللحمه 4/4، كل ربع لوحده. تمام. لو انا هنعمل لحمه في شوربه ما ينفعش نعمل الربع بصراحه، بيبقى ايه شويه، ما يبقاش مثلا في ريحه خضار ولا كده، لا بيبقى شوربه وخلاص. فبنحط ازيد من الربع كيلو او ممكن نحط النص كله نسلقه في الشوربه بتاعتي. هنعمل على الخضار هنعمل الربع بس، هنعمل مثلا بالبصل، فاهمين؟ ورقة لحمة كده بالبصل، نكتر البصل ونعمل الربع برضه. فأثناء بقى يا بنات في سليق اللحمة لما نعمل النص كيلو اللحمة بناخد من كل نص كيلو لحمة قطعة أو قطعتين ونحطهم كده ايه في كيس من بتاع التلاجة ونحطهم في الفريزر، وهكذا وهكذا لغاية ممكن نعديها كده 15 يوم أو الشهر كمان على حسب اللي أنا بنجيب كمية اللحمة قد ايه. وبعد كده نكون أنا جمعت يا بنات يخش على الكيلو كيلو إلا ربع لحمة.
نعمله بقى زي ما شفتوا كده، ممكن نعمله مثلًا حواوشي، نفرمه كده مع حتة دهن ضاني ونعمله لهم حواوشي، ممكن نعمل بقى كفتة، ممكن نعمل زي ما شفتوا كده هنعمل لهم النهارده إن شاء الله بإذن الله كبسة سعودي. فنّطي يا حبيبة قلبي أكلِك وأنتم إن شاء الله بإذن الله. أنا عارفة يا بنات والله اللي إحنا كلنا مضغوطين، الأسعار بقت نار، حاجة فظيعة، والدخل هو ثابت، بس الحمد لله ربنا إن شاء الله مش هينسانا، وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيرضينا ويجعل البركة دايمًا، دايمًا في بيوتنا. طبعًا بالنسبة للفاصوليا دي البيضا يا بنات أنا مبلّاها نقعاها في مَيّة من بالليل، عشان أنتم عارفين بقى البقوليات والكلام ده كله أنتم كلنا عارفين، أقل من 8 ساعات ما ينفعش، فنقعاها من بالليل وصفّيت المَيّة بتاعتها وحطيتها دلوقتي عشان خاطر اللي هي تنسلق معايا، ومسكت اللحمة زي ما شُفتوا كده حطيت لها معلقة زيت وحمّرتها في التوابل بقى بتاعتي، ليمون مجفف وحبهان وورق لوري، عود قرفة. وبعد كده جِبت بصلاية كده برضه قطّعتها عليها، وهنحمّر البصلاية بس أهم حاجة تدّي لون اللحمة بقى بتاع لون التحمير اللي هو اللون الأصفر كده أو الدهبي المكرمل، فاهمين؟ نرجع بقى لموضوعنا يا بنات، أكيد إحنا كلّنا يا حبيبات قلب بنعرفوا نعملوا الكبسة السعودي. أنا كل هدفي النهارده في الفيديو أنا هاقول لِك على حاجة، هاكررها مرّة و2 عشان خاطر المعلومة بس تثبت يا بنات. زي ما باقول لِك أنا لمّا نعمل نُص كيلو اللحمة عشان خاطر نعملها في شوربة، ماشي، مع مثلًا رز بشعرية، رز معمّر، إحنا كفلاحين يا بنات بصراحة بنعشقوا حاجة اسمها رز معمّر باللبن، فأنا بنحط النُص كيلو، بناخد من النُص كيلو زي ما قُلت لِك قطعة أو قطعتين على حسب، وبعد كده نحطهم في كيس من التلاجة ونشيلهم كده بقى إيه 15 يوم، شهر، المهم نجمّع كمية تكون يعني إيه كويسة كده تنفع معايا نعمل بيها زي ما قُلت لِك أنا هاكرر الكلام، نعمل معاها زي ما قُلت لِك حواوشي، نعمل معاها زي ما قُلت لِك دلوقتي كبسة سعودي، نعمل معاها برضه كفتة، لإن الكبسة والكفتة والحواوشي بيعوزوا لحمة كتير، فأنتِ لمّا تروحي تجيبي كيلو لحمة وتعمليه مرّة واحدة إن هو في الكبسة أو تعمليه مثلًا في الحواوشي أو تعمليه كفتة، طب باقي الشهر هتعملي إيه؟ لأ، أنتِ هاتي لحمتِك العادية خالص، وبرضه ما تحرميش نفسِك من الحاجة اللي أنتِ عايزة تعمليها، وبعد كده على آخر الشهر هتعملي برضه الحواوشي مرّة في الشهر أو مرتين كمان لو أنتِ عايزة تعملي الكبسة، الحاجات اللي بتاخد منِّك لحوم كتير. أمّا باقي الشهر بقى وزّعيه مرّة تعمليها على خضار. أنا يا بنات كإيمان ممكن نجيب نُص كيلو البسلة، لأ إحنا ك4 أفراد لمّا باباهم يبقى موجود، النُص كيلو بسلة ده ممكن يأكّلنا يومين، والله يا بنات ممكن يأكّلنا يومين، على حسب بقى أفراد أسرتِك وعلى حسب برضه أنتم ما بتاكلوا إيه. فالنُص كيلو بسلة زي ما قُلت لِك نحط مثلًا ربع كيلو اللحمة أول يوم، ممكن لو إحنا كلنا اللحمة مع الخضار هتفضّل مثلًا طبقين والّا حاجة، تاني يوم نسلق جنبهم كده حبّة رز، طبق مخلِّل، لو في بيض ممكن سلقت، ما فيش بيض خلاص نقلي بطاطستين كده وخلاص يبقى كده تاني يوم عدّى كده وجبتين عدّوا في وجبة واحدة. أنتِ بقى على حسب أسرتِك يعني، لإن كده الخضار بيبقى واخد بقى من اللحوم واخد كل العناصر اللي بتبقى في اللحمة في الخضار، وبيبقى أصلًا طعمه من غير أي حاجة مش محتاجة إن أنتِ أصلًا تعملي لحمة يعني، مجرد بس اللي أنتِ تحطّي فيه اللحمة أنتم عارفين بيبقى طعمه عامل إزاي. ده يا بنات اللي إحنا بنمشي بيه، وده اللي بنعمله عشان خاطر بس في يوم كده تفرّحي ولادِك، تعملي يوم كده جوزِك كده يبقى فرحان سعيد، تمتّعي ولادِك، تمتّعي نفسِك. والله يا بنات أنتم لمّا تبقوا عاملين الحاجة كده حلوة في بيوتكم أنتِ ذات نفسِك بتبقى فرحانة، بتبقي فرحانة عشان أنتِ الحمد لله ربنا مقدّرِك وعاطيكِ مُخ اللي أنتِ بتعرفي تفكّري وتدبّري، مش كل حاجة بقى لازمًا هات وودّي وبقي، هو هيعمل إيه؟ هو ما باليد حيلة، هو بيشتغل وعلى قدّه، بس أنتم شايفين الجو نار، الأسعار بقت نار، يعني ما فيش دخل غير هو الدخل الثابت، يعني يا ريت حتى المرتب، حتى لو المرتب زاد بيزيد إيه، 200 جنيه، 300 جنيه، بيعملوا إيه ال200 جنيه والّا ال300 جنيه؟ أنتِ لو دخلتِ السوبر ماركت ماشي 200 جنيه هتروحي تجيبي هاقول لِك 5 علب جبنة والّا كيسين شيبسي وتطلعي، هتجيبي إيه؟ والله لا بيانات يعني الأول كنا بناخد ال200 جنيه ديّة وننزلوا السوق كنا بُصّوا يعني سبحان الله كانت أيام، يعني ربنا يا رب إن شاء الله بإذن الله كده قادر إن هو يعودها علينا بخير. خلّصت كده يا حبيبات قلبي ودخلت دلوقتي بقى عشان نعمل الفاصوليا بتاعتي، قطّعت البصلاية مع معلقة سمنة مع معلقة زيت وحمّرتها مع فصّين توم، تمام؟ وعشان خاطر بس الوقت كان خلاص أزف، فأنا بقى مش هنستنى لسه لمّا التسبيكة تتسبك وكده، وطلعت طعمها والله العظيم تحفة يا بنات. بعد ما البصلاية اتحمرت معايا نزلت بالفاصوليا،
شوحتها برضو مع فص الثوم مع البصل، وبعد كده صفيت الطماطم. طبعا الطماطم اتصفت يا بنات، فيها كده بقى تكسب وقت وتكسب برضو اللي هي ايه تتسبك وتلحق تطيب قبل الوقت. خلاص كان ازف والله يا بنات، انا مصور لكم الفيديو في اليوم ده، والوقت كان خلاص يعني كان فاضل يعتبر نص ساعه وجوزي يوصل بالسلامه من شغله. فانا عملت كده وطلعت الحمد لله بالف هنا وشفا، طلعت تحفه. وطبعا لما حطيت لها التوابل بتاعتها، التوابل زي ما قلت لك اللي انت تحبيها. بس بالنسبه يا بنات لو انت عندك فاصوليا مش هتطبخيها بلحمه، لو عندك شوربة تبقى جميلة جدا. ما عندكش شوربة ضيفيلها بس نص معلقة بهارات لحمة عشان خاطر بتديها طعم اللحمة من غير أي حاجة. وجيت بقى عشان نعمل السلطة بتاعتي هنعملها بس بطريقة معينة النهاردة، تشكيل تنويع زي ما قلتلك. غيري ونوعي وشكلي على قد إمكانياتك، بس دبري ووفري واعرفي النهاردة ايه وبكرة ايه. مش هتعملي النهاردة في والله يا بنات في ناس كتير نعرفها يعني لما نقعد نتكلم معاهم يقول يا ستي عايشين النهارده وموتينا بكره. يا ستي ماشي والله، انا عارفه اللي هي كلها اعمار بيد الله، بس ازاي عايشين النهارده وموتينا بكره؟ يعني انت النهارده مثلا جوزك جاب لك كيلو لحمه تخشي تحطيه في الحله تسلقيه النهارده، وتاني يوم تبقى تقولي انت تقعدي جنب الحته ده احنا ما عندناش النهارده نعمله حاجه للغدا. طب ازاي يعني؟ ازاي؟ طب ما تدبري، طب ما توفري، طب ما تشكلي تنوعي. هي مش شابعه وخلاص كده كده. بص سبحان الله، بالكتير واكله وبالقليل واكله، لان والله العظيم ربنا بيبقى جاعل البركه في القليل. فاهمين؟ يعني سبحان الله ربنا لما يبقى رايد بالبركه في البيت يا بنات، بتحسي ان البركه في كل حاجه انت بتعمليها، بكل حاجه انت ايدك بتنحط فيها. فدي سبحان الله والله يا بنات بنبقى واقفه في مطبخي كده نقول اللهم لك الحمد والشكر على النعمه والفضل والرضا اللي ربنا عطاهن. الحمد لله برغم الظروف حوالينا عامله ازاي، بس حاسين برضا، حاسين ان ربنا معانا، حاسين ان ربنا مبارك لنا في القليل. هي اللي بالفلوس كانت كتير والاسعار كانت شويه، يعني الاسعار كانت رخيصه ماشيه، والاسعار دلوقتي غاليه برضو ماشيه. سبحان الله ورضا وفرحه برضو في البيوت. الحمد لله الحمد لله، وشبعانين وقنعانين وراضيين ومبسوطين. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. بس اهم حاجه زي ما قلت لك خشي مطبخك سمي، خشي مطبخك اعرفي انت بتعملي ايه النهارده وتعملي ايه بكره. صلى على الرسول كتير يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. الحاجات دي كلها بتجعل البركه في ايد ست البيت. مش بقول لكم كلام وخلاص، كلام فيديوهات والله العظيم ابدا يا بنات. فعلا فعلا، يعني لو دخلتي وسميت وصليت وذكرت الذكر اللي الورد اللي انت بتعمليه كل يوم على اكلك، طعم اكلك هيبقى زي ما يكون حاجه، بص سكر، حاطه سكر في اللقمه اللي بتاكليها. البركه من عند الله. فاهمين؟ البركه كده من عند الله. وعودي ولادك برضه هم بيجي ياكلوا ما ياكلوش من نص الطبق، ياكلوا يا بنات كده يعني من حافيه الطبق من اول الطبق كده، لان البركه بيبقى ربنا جاعلها في الاكل في نص الطبق. انت لما مثلا انت او بنشوف برضه ناس كتير بيجوا يعني ايه بالمعلقه كده وياكلوا من نص الطبق كده، يبقوا عاملين زي ما يكون حفره في نص الطبق. حرام. فاهمين؟ مش حرام كمان ان البركه كده انت بتنزعيها، انت كده بتشيل البركه اللي بتبقى خلاص في الطبق بحاله، فما بتحسيش بقى اللي انت كلت ولا شربت ولا عملت اي حاجه. لا، عودي ولادك كده ياكلوا بالمعلقه من بدايه الطبق كده. بصي تبصي تلاقي البركه بقى بتنزل في كل معلقه انت بتاخديها. صدقوني يا بنات الحاجات دي كلها انا اتعلمتها من الاحاديث يعني والحاجات اللي بنسمعها. اكيد في معظمكم يكون عارف الكلام ده، واكيد يعني ممكن حد ما يكونش عارف الكلام ده. فانا بنتمنى والله العظيم يا بنات اللي انا نقدر نفيدكم باي معلومه، وانتوا كمان ما تبخلوش عليا باي معلومه. وخلاص كده الاكل بتاعي خلاص الحمد لله يا بنات جهز وتوضب ماشي. ولو ما عندكيش حبيبتي رز من اللي هو البسمتي عشان تعملي الكبسه السعودي، اعمليه برز مصري، بتبقى جميله جدا. انا بنعملها اكتر الاوقات برز مصري. وما عندوش رز مصري او مثلا عايزه نغير بنعملها بلسان العصفور والشعريه، بتبقى تحفه. فاهمه؟ ما توقفيش نفسك على حاجه. فانا الحمد لله اللهم بارك كان عندي رز بسمتي موجود، فعشان خاطر كده انا عملتها النهارده بالرز البسمتي. وادي السلطه بتاعتي يا بنات شكلت بس النهارده في التقطيعه بتاعتها، كل مره كل ما بنعملها مكعبات النهارده عملتها كده ايه حاجه بسيطه. والفاصوليا بتاعتها اهيت، وبرده عملت كده كوبايه عصير بقى جوافة بالموز بالليمون. لازم العصير بجد يعني حتى في الجو ساقع اهوت، لان احنا يا بنات يعني مش بنشربوا شاي ولا الكلام ده كله، اكتر بس من العصير او ممكن ينسون حاجات السخنة يعني. بس بالنسبة للشاي لا انا ولا جوزي ولا عودنا الولاد اللي هم يشربوا الشاي. خلاص كده الحمد لله. شاركتهم بقى النهارده في الاكل، قلت لهم انا حضرت الاكل تعالوا شيلوا بقى الاكل. احمد وسام وباباهم كله بقى ايه بقى يشيل الاكل. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا حبيبات قلبي. كده للنهاية أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.